هداف النادي الاهلي برصيد 4 اهداف. عماد وركله الجزاء وعماد ويسجل عماد متعب هدف التعادل. هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 40. والنادي الاهلي ما زال بيحاول. وادي الاماميه الطويله على حدود المنطقه تترد توصل لحسين السيد، خطيره جدا حسين. وادي العرضيه وضربه الراس. الهدف الثاني، الهدف الثاني. رمضان والله زمان يا رمضان، والله زمان يا رمضان، والله بعوده يا رمضان. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. شوف الكوره وحلاوتها، شوف الكوره واثارتها، شوف الكوره ومتعتها في الدقيقه السادسه والاخيره من الوقت المحتسب بدل من الضايع. بيسجل النادي الاهلي هدف عن طريق رأسية رمضان صبحي. ادي العرضيه العالميه، وادي الرأسيه ال100 وادي الهدف اللي يفرح الاهلاويه. رمضان عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الثاني الغالي جدا جدا للنادي الاهلي.